احنا قلنا بقى ان احنا مش هنعمل دايت، لكن هنحسن جودة الاكل. تاني حاجة هنهتم بيها بعد جودة الاكل هي حاجة اسمها الفيزيكال انفايرومنت. يعني كل ما هو حواليا، من اول الاشخاص، المنتجات اللي بشتريها، كل الحياة اللي حواليا لازم اظبطها لصالحي. ازاي؟ اول حاجة انا اعمل دايت، ما ينفعش اقعد اخرج مع ناس كل همهم وتفكيرهم يلا نروح ناكل. ازاي؟ ازاي هقدر استمر في هدفي؟ ما بقولكش ما تخرجش، بس ما يبقاش يوميا، ما يبقاش هم دول بس اللي انا بخرج معاهم. لازم تحاول تحوط نفسك بناس شبهك، اهدافهم شبه اهدافك حتى لو بنسبة. تمام؟ ما هو ما ينفعش اكون انا عايزة اعمل حاجة واحوط نفسي بناس تحبطني، او مثلا ناس ليها تجربة سيئة في الدايت اجي اتكلم معاهم ويحبطوني. ما هو خلي بالك، مش دايما هنقابل ناس نواياهم سليمة. خلي بالك، محدش بيحب حد يكون احسن منه. والله انا فشلت في الدايت وفشلت ان انا اظبط اكلي وحياتي واظبط اللايف ستايل. مين قالك ان انا هحاول اقف جنبك؟ مش هينفع، مش هعملها. تمام؟ ولو ما لقيتش بقى حد شبهك، يا ريت حضرتك ما تقولش ان انت عامل دايت، او تقول على الخطط اللي انت راسمها في دماغك، او تقول ان انت بتحاول تظبط اللايف ستايل، لان ساعتها يطلع لك 100 عفريت. هتلاقي اللي يقول لك ما جاتش على النهارده، ما جاتش على دي، تعالى يا عم مش عارفه ما جاتش ايه، يا عم احنا هنعيش كام مره الكلام اللي هيحبطك. فما تقولش على اي بلان او على اي خطه انت راسمها لنفسك. لازم تظبط مشترياتك. هتعمل خطه كده، سواء انت بتشتري طلباتك بالاسبوع او بالشهر، هتجيب ورقه وقلم تكتب فيها الطلبات دي وانت بتكتبها. والله حاجات صحيه تمام، حاجات غير صحيه ما تجيبهاش من الاول. ما تحوطش نفسك في البيت باكل يخليك تضعف ليه من الاول. يعني مثلا انت نازل السوق، والله خضار فاكهة تمام تمام، عايز تجيب حلويات، هات بليلة، هات بطاطا، هات حاجات طعمها حلو وفي نفس الوقت صحية، وهي دي بس اللي هتكون عندك في البيت يوم ما تضعف او تجوع، مفيش غيرها. ما تروحش تجيب لي علبة بسكوت معرفش ايه، معرفش كنت في مكان فجبت حاجة عينها في الفريزر عشان اليوم الفري. لا، طول ما انت عارف ان في حاجات في التلاجة او في الفريزر او عينها في درج معرفش ايه هتضع، اصلك انت مش هتهدى غير لما تاكلها، وهتفضل شاغلة بالك، وهتفضل تأجل. بمعنى انا هاكلها وهبدأ الاسبوع الجاي. ومناسبة بقى التأجيل، اي وقت شايف ان انت المفروض تبدأ فيه، ابدأ فيه على طول. ما تأجلش للحجج اللي احنا بنخترعها لنفسها. خلي بالك دي بتبقى اختراعات وبتبقى هروب من المشكلة. يعني ما تستناش لما تقبض، ما تستناش تنزل الجيم، ما تستناش لما معرفش مين يخلص امتحانات فيجي معاك، ما تستناش لما يبقى معاك فلوس فهتجيب سماعة جديدة عشان كل دي حجج، كل دي حجج، كل ده هروب. ما تستناش اول الاسبوع، ما تستناش اول الشهر، ما تستناش اول السنه، ما تستناش حاجه. ابدا دلوقتي. دلوقتي امتى الوقت المناسب؟ دلوقتي. ابدا باقل الامكانيات، ابدا باقل حاجه تقدر تعمل. يبقى احنا اتفقنا ان الخطه بتاعتنا من غير ما هو نعمل دايت هتكون مكونه من 3 بنود. اول حاجه، حاوط نفسك بناس شبهك. ما لقيتش، ما تقولش لحد على الخطط اللي في دماغك. وفر طاقتك اللي انت هتقعد تتكلم بيها كتير دي للفعل نفسه. اصل انت مش عشان اي حاجة، مش عشان انا وحشة، مش عشان اللي قدامك وحش، مش عشان انت وحش، لا. لما تتكلم كتير الفعل بيبقى قليل، الطاقة بتخلص. ما هي طاقتك، انت طاقتك حاجة واحدة، خلصتها في الكلام، فين الطاقة بتاعت الفعل؟ فركز طاقتك، ركزها في الفعل. تاني حاجة، حسن جودة مشترياتك. ما تديش لنفسك فرصة تضعف وانت قاعد لوحدك في البيت جعان. ما تديش لنفسك فرصة ان انت تفتح التلاجة تلاقي قدامك مش عارفة ايه تاكله، اصلك هتاكله. احنا بني ادمين. تالت حاجة تالت حاجة بقى، ابدأ زي ما انت، ابدأ حالا بعبلك كده وانت مش عارف حاجة، يلا اتكل على الله. وانت شغال علم نفسك.
ابدأ، يلا يلا يلا. والله ده انا ما كنتش عارف ان ان الدوريتوس مش شيبسي، اديك عرفت. ها، والله انا كنت باكل مش عارفه ايه عشان كنت فاكر ان سعراته قليله، اديك عرفت. ما تستناش، مش لازم تبقى عالم ذره. ابدأ. ما تستناش تشتري كل مقومات الدايت، والله ما هتيجي اليوم ده، مش هيجي. اليوم اللي انت مستني فيه ان انت تبقى جاهز مش هيجي. مفيش حد بيبقى جاهز، مفيش، انسى. ده في الأحلام. تمام. ابدأ زي ما انت.